مساء الخير حبايبي الحلوين. احنا النهارده هنعمل مع بعض تتبيله البانيه. واليوم معانا بصلتين مفرومين في الكبه، معانا شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات فراخ وشويه توم باودر. تاني، ملح وفلفل وبهارات فراخ وتوم باودر. تمام كده، هنضربهم كلهم في الكبه. ومعانا فراخ مغسوله، معانا الفراخ مغسولة. هنبتدي ناخد من التتبيلة ونحط بين الرقات. كده تبلنا الفراخ مع بعض. هنشيل الحاجات دي كلها ونجيب طبق فيه التتبيلة الخارجية. كوباية دقيق وكوباية بقسماط، ملح وبهارات وشطة وبهارات فراخ وفلفل اسود. دول هنحطهم على البقسماط والدقيق ونقلبهم كويس جدا ونركنهم. معانا طبق تاني فيه بيض وعليه شوية ملح وشوية فلفل، مش اكتر من كده. ملح، دي بهارات. وعايزه تحطي توم باودر تمام، عايزه تحطي جنزبيل اوكي، مفيش مشكله، يعني كل التوابل اللي انت حابه تحطيها حطيها. هنقلبهم مع بعض كويس جدا. وهنبتدي ناخد من البانيه، ننزل في البيض. هننزل بقى بعد ما نزلنا من البيض هننزل نحط في البقسماط. هنضغط عليهم كويس جدا. وهنبتدي ننزل بيهم في الطاسه بتاعتنا او القلايه. طبعا الوجبة كنا عاملين معاها شوية مكرونة بصلصة وبطاطس محمرة. وطبعا دي أحلى وجبة عند كل المصريين. ألف هنا وشفا يا رب. ياريت تدوسوا على القلب. ده شكل البانيه بتاعنا بعد ما اتحمر. بصوا، هنا هديله لون تاني وابتدي ان انا اقلب. خلص البانيه وخلصت وجبتنا، وقدمناها بالشكل اللي يناسبنا. ويا رب تعجبكم. وفيديو جديد، وجبة جديدة وطريقة جديدة لأكلة جديدة. مع السلامة.